يسعد لي أوقاتكن يا رب. رح أختصر عليكن الطريق وأجيلكن إياها من الآخر. هذا هو البرجر الصح. السر مو بس بالمكونات، السر بالشغف يلي بينحط بكل طبقة ليصنع طعم ما بينتسى. تعالوا نعمل مع بعض أطيب برجر طريقة رح نبداها من الألف للياء. أهم شي لازم يكون اللحمة فيها نسبة دهنة، يعني ما تكون هبرة على الحل. منضيف لها بهارات السبعة أو بهارات اللحمة، وتوم بودرة، كزبرة يابسة، وبابريكا. وإذا بتحبوا تحطوا بابريكا مدخنة بتعطيها طعمة كتير طيبة. ومنحطلها رشة فلفل، ما ننسى الملح، و3 معالق سميد مشان تعطيها القرشة الطيبة. بنعجن اللحمة كتير منيح مع البهارات مشان تتشرب البهارات وتاخد النكهة كلها. والمكون الأساسي اللي حيخلي اللحمة ريحتها طيبة وناعمة معنا وتتشكل معنا بسهولة، منضيف لها بصلة نطحنها ناعم ومنحطها فوق اللحمة. أتمنى منكم تتابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا النتيجة النهائية، لأنه أحيانا بيطلع عندي المشاهدات ما بتتجاوز الدقيقة بالفيديوهات، وهذا الشي ما بيخلي الفيديو يصل لأكبر عدد من الناس. بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للأخير ولا تنسوني من لايك وتعليق حلو مثلكم، وبتشكر كل مين عم يعلق لي تعليق حلو وعم يدعمني بالكلمة الطيبة. شكرا كتير إلكن، وأنا بيسعدني ضل على تواصل دائم معكم. بنرجع لوصفتنا. بنعجن اللحمة كتير منيح مع البصل الناعمة ومنبلش نشكلها لدوائر حسب الكمية اللي انتو بتحبوها. بتحبوا قطعة اللحمة كبيرة، بتحبوا قطعة اللحمة صغيرة، الحجم حسب الرغبة. وهون طلعوا تقريبا معي 12 قطعة. إذا انتو بتحبوا تكبروا قطعة اللحمة بيقل العدد، لأنه هي فيها نسبة دهنة منيحة، ويفضل تكون مدهنة اللحمة، بتعطي نكهة أطيب وطعم أذكى. أكيد وقت بدنا نقلي اللحمة بده يصغر حجمها، فأنتوا بتتحكموا بالحجم تبع قطعة اللحمة. واللي مو متوفر عنده قالب الهمبرجر فيه يساويهم بالصحن. بنغلف الصحن بكيس نايلو وبنضغط قطعة اللحمة وبياخدوا شكل الدائرة تبع أسفل الصحن. عادي كتير بيطلع الشكل كأنه مساوى بقالب الهمبرجر. بعد ما نخلص من تشكيل القطعة بنحاول نحطها على ورقة زبدة، سواء بدنا نفرزها بقلب الفريزة. بنغلفهم بكيس نايلون، وهيك القطعة ما بتتأثر أبدا وما بيلزقوا القطعة ببعض، وبتطلع كأنه مساواية تازة. منطلعهم من الفريزة ومنستنى ليفك تلجون ومنقليهم عادي. وإذا بدنا نشتغل فيهم دغري فيفضل نحط عليهم ورق زبدة أو نحط عليهم كيس نايلون كمان مشان ما تلزق القطع ببعضها. شايفين المنظر ما شاء الله بيشهي وبيفتح النفس. وبتمنى منكم نفتتح التعليقات بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومشان الخضرة اللي بدنا نحطها مع الهمبرجر اختياري، في ناس بتحط بندورة، في ناس بتحط خس، بصل، جبنة. فينا نحط مخلل عادي، فينا نحط مخلل الفليفلة. هي إضافات مثل ما الشخص بحب ياكلها فيه يضيف. في ناس بتحط لها شرايح بصل. هي الإضافات يلي أنا حطيتها هي المفضلة لعائلتي. انتو شو بتحبوا تضيفوا إضافات زيادة حسب الرغبة الشخصية، انتو شو بتحبوا تطلع كتير طيبة. بطاطا مقلية لأنه عندي بيحبوا البطاطا المقلية كتير بقلب الهمبرجر. شكلك جميل. انتي احسن طباخة. انتي عمري، انتي عمري وحياتي. وهي خلصنا قطع الهمبرجر، تعالوا مع بعض نلف الساندويش. وهالأكلة بدها خبز تازة، إذا ما كان تازة بيتفتت معنا الخبز وما بقى تطلع طيبة. بنفتح قطعة السمون بالنص ومنحط الكاتشب ومنحط الخس والإضافات يلي نحنا منحطها. أنا حبيت لقطعتي وقطعة زوجي نحط لها جبنة، الولاد ما بيحبوا فيها جبنة. حطيت قطعة الجبنة فوق قطع الهمبرجر وحطيتهم شوي بالفرن لدابت الجبنة على قطع اللحمة.
بعدين ضفتها بقلب الساندويش، بتعطيها طعمة ونكهة كتير طيبة. واللي ما بيحب منظر الكيزة أو الجبنة فوق اللحمة، فيكن تحطوا الجبنة الميوزاريلا أو الأشقوان بقلب اللحمة. يعني نحنا وقت كنا عم نشكل قطع اللحمة فينا نحشي اللحمة جبنة ومنسكرها، بعدين منشكلها دوائر ومنقليها بالزيت، كمان حسب الرغبة. والمعنى الأصح لهالسندويشة انت وذوقك، شو بتحب تحط بقلبها، إن شاء الله ألف صحة وعافية. ونحن هلأ بوقت أخواتنا المسيحية بدهم يفطروا، يعني بلش العيد تبعون، وأجواء الطرقات برا بتجنن، عاملين ديزاين وعاملين احتفالات لعيد الفطر تبعيتهم يلي هو اسمه أوستافيست. يعني نحن هلأ تقريبا إلنا شي 2 أو 3 سنين بيصدف صيامنا سوا، وتقريبا بنفطر بنفس الوقت، بس في فرق إنه نحن بنصوم 30 يوم هن بيصوموا 50 يوم. فالأجواء كلياتها عيد، والله يجعله خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد كافة يا رب. وهي غدانا صار جاهز، رح نخلص غدا وآخدكن لبرا وورجيكن الأجواء الحلوة والديزاينات يلي عاملينها وأجواء الطرقات كيف موجودة عنا بالمنطقة. بتمنى هالفيديو يكون عجبكن، ولا تنسوني من دعمكن بلايك وتعليق حلو مثلكن، وعطوني رأيكن بالوصفة.